السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة حلو جدا. لسه مكملين مع بعض لتزيين تورت عيد الام. عملنا المرة اللي فاتت ميني تورت باحجام مختلفة، بجد شكلهم طلع حلو جدا وكمان عجب كل اللي اخدوا منهم. النهاردة هنكمل مع بعض لتزيين تورت عيد الام، فمعانا تورتتين بتزيين مختلف. هنكمل الفيديو مع بعض للاخر وهنشوف تزيين التورتتين القمر دول عملناهم ازاي مع بعض. بس الاول اللي لسه ما اشتركش في قناتي يا ريت يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ما تنسوش تعملوا لايك للتورتتين القمر دول، ويلا بينا على طول نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض. حبيت التزيين يكون بسيط وفي نفس الوقت يطلع شكله حلو جدا. فالحمد لله بجد كل التورت اللي انا عملتها حلوة. كمان التزيين تحسوه كده يعني. المعنى والكلمات اللي مكتوبة بجد بتعبر يعني بطريقة جميلة جدا. كمان شكل التورتاية يعني ذوقها حلو جدا وشكلها بجد شيك. فيلا بينا بقى نشوف الطريقة مع بعض. طيب عندنا اول حاجة بنجيب البورد اللي احنا هنشتغل عليها، بنحط بقى شوية كده من الكريمة علشان تثبت على البورد اللي احنا بنستخدمها. بنشربها بقى سيرب، وبعد كده بنحط طبقة حلوة كده من الكريمة، وكمان بنحط صوص من النوتيلا. ولو حابين تحطوا بقى مكسرات، تحطوا شوكولاتة، بسكوت مثلا اوريو، كل الحاجات دي بتبقى طعمها حلو جدا. اي حشوة بقى انتوا بتحبوها تقدروا ان انتم تستخدموها. انا حطيت نوتيلا وتكسير كده من بسكوت الاوريو بيبقى حلو جدا. حطينا الطبقة التانية وشربتها كده بالسيرب، وكمان حطيت طبقة كريمة ونفس الحشوة اللي هي نوتيلا وتكسير من بسكوت الاوريو. عايزه اقول لكم ان هي بجد طعمها طلع حلو جدا. كمان كل ما بتقعد في التلاجة يعني يعني الحشوة والكريمة، كل ده كده الكيك بيتشربه فبيدي طعم حلو جدا للكيك، يعني فاهميني؟ فبتبقى بجد حلوة جدا. اولا الحاجات اللي احنا مستخدمينها حاجات طبعا نظيفة. البيض والدقيق وكل الكلام ده طبعا بتبقى حاجات نظيفة. فانت كده كده مستخدمة حاجات اصلا يعني كويسة ونظيفة، فكده كده بتدي طعم حلو. فلما قعدت في التلاجة كام يوم بالعكس حلوت، يعني فاهميني؟ مش اللي هي مثلا بتبوظ ولا كده، لا خالص بالعكس، ده حلوت كمان. والشوكولاتة والكريمة وكل ده اخد كده من طعم بعضه كده، واتشربوا الكيك اتشربوا فادالها طعم احلى كمان. بنبتدي نجلس التجليس اللي هو حبس الفتافيت اول طبقة، وبنمسح كده البورد بتاعتنا، وبعد كده بندخلها بقى التلاجة علشان تمسك. طبعا انا الكلام ده بعدها كده بكام ساعة طلعتها بقى من التلاجة وبدأت اعمل الطبقة اللي هي التانية. طبعا انت حفظتوا يعني كل الكلام ده وانتوا يعني ما شاء الله عليكم يعني شاطرين في كل الكلام ده. بس حبيت اوريها لكم برضو لو حد لسه مبتدئ في الموضوع يعني، علشان يستفاد اكتر. كل مرة بجلس فيها ببتدي ان انا اغسل السكرابر اللي انا بستخدمها عشان تكون نظيفة، وتبقى التجليس بتاعك يكون نظيف ومفهوش اي فراغات ولا اي حاجة من الكلام ده. فلازم كل شوية تغسلي السكرابر وترجعي تمسحي تاني الكريمة، هتلاقيها ظبطت معاكي وهتبقى حلوة جدا. بعد ما خلصت بقى واتأكدت ان هي خلاص كده بقت مظبوطة، ببتدي بقى امسح الحاجات اللي هي بتبقى زيادة، الكريمة الزيادة والكلام ده. دخلتها بقى التلاجة وبدأت اجهز التزيين بتاعي. طبعا انا قبل ما بعمل التورتايه لازم اكون مفكره في الديزاين اللي انا هستخدمه عليها. فكل واحده من التورت انا جهزت كل الحاجات دي، وبدات ان انا بقى اشوف انا هعمل ايه التزيين المناسب، وحبيت يكون كل تورتايه مختلفه عن التانية. يعني انا عملت 10 تورت، كل واحده مش شكل التانية خالص، يعني كل تورتايه بتزيين مختلف تماما.
الطبارات دي زي ما انتوا عارفين انا طبعتها. اخترت كلمات تكون معبرة ومناسبة لعيد الام. كمان اخترت الفراشات دي وقصقصتها كده بالشكل ده. بتنيها بس كده علشان تكون طبيعية اكتر. كمان هنستخدم الورود وهنستخدم اللي هو الظرف ده من اي مكتبة. جبت يعني جبته يعني من المكتبة، وحطيت فيه القلب اللي هو هابي ماذرز داي، ده شكله حلو جدا. واخترت لون الفراشات تكون لونها مناسب مع القلب اللي احنا حطيناه في الظرف. زي ما قلت لكم لازم نجهز كل الحاجات او اللي احنا هنزينه يعني للتورتايه من قبلها. فاهميني؟ علشان تسهل علينا، ما نجيش بقى ساعتها ونبقى مش عارفين نزين ازاي ولا نعمل ايه، فالموضوع يبوظ مننا. قبلها بتكوني مرتبة نفسك وشايفة الحاجات اللي انت عايزة تطبعيها، الحاجات اللي انت عايزة تزيني بيها، فكل الكلام ده بنعمله من قبلها. تمام. طلعت كده التورتايه بتاعتي وحطيت كريمة كده بالشكل ده. بدأت بقى أجيب الورود اللي احنا عملناها، وطبعا مقصقصاها ومظبطاها من قبلها. زي ما قلت لكم التجهيز في الموضوع ده بيسهل كتير جدا. وطبعا لو عندك اوردرات كتير او تورت كتير، فلازم تكوني مظبطه كل تورتايه هتعمليها ازاي. فهاتي بقى كل الحاجات اللي انت حابه ان انت تزيني بيها، وكوني مجهزاها بقى من او من قبلها. وكمان لو في شوكولاته عايزين ان هي نجهزها، كل الكلام ده من قبلها بيوم. زي ما قلت لكم، انا قلت لكم كل الحاجات دي في الفيديو بتاع التورت اللي هي الميني تورت بتاعت عيد الام. فالتزيين او التجهيز بيسهل كتير جدا. حطيت كده في النص الكلمة بتاعت امي بالشكل ده. طبعا أنا مختارة حاجات تكون يعني ماشية مع بعضها. اخترت كمان الفراشات بالشكل ده، حطيتها كده على الاطراف بتاعت الكريمة. طبعا يعني في النهاية شكلها طلع حلو جدا. شوفوا بقى شكلها في النهاية بجد حلو جدا. اخر حاجة بقى هنحطها الدست الفضي كده بالشكل ده على الاماكن يعني الفاضية دي. بيديلها لمعة حلوة جدا. شوفوا بقى شكلها بجد حلوة جدا. والكلمات اللي انا طبعتها كلها معبرة، يعني كلمة بسيطة او جملة بسيطة، بس بجد حلوة جدا. تعالوا بقى نعمل التورتاية التانية. نفس الفكرة، هنبتدي ان احنا نحط الكريمة كده بالشكل ده. طبعا انا لقيت في التورتاية يعني حتة كده باينة من الكيك، فعلى طول عملت فيها يعني. فاهميني؟ اللي هو بتبتدي بقى تظبطي الكريمة في المنطقة دي. يعني بتشوفي التورتاية وقبل ما تبتدي مثلا بتشوفي التورتاية في حتة مش مظبوطة تظبطيها، في حتة مثلا باينة من الكيك تظبطيها كده يعني. عشان بعد ما تخلصي الشغل ما تجيش بقى تلاقي فراغ في الكريمة او حاجة مش مظبوطة في الكريمة. فقبل ما تزيني لازم تشوفي التورتاية كده كلها مظبوطة فيها حاجة كده يعني. حطينا الظرف كده بالشكل ده، والقلب طالع كده منه. طبعا انا مثبتاه بلزق عشان ما يقعش. وحطيت بقى فراشات كده بالشكل ده من نفس اللون، ودخلت كمان معاها اللون الازرق ده علشان يكسر كده الالوان اللي احنا حاطينها.
فشكلها بجد طلع حلو جدا. يعني انا مبسوطة بجد بكل التورت اللي انا عملتها. كل تورتاية مختلفة عن التانية. وفي نفس الوقت كلهم احلى من بعض. يعني انا ما كنتش عارفة اختار ايه ولا ايه بجد والله. لما كان حد بيقول لي مثلا اختاري معانا ناخد انهي واحدة، فكلهم حلوين، فما كنتش بقدر ان انا احدد تورتاية معينة او شكل معين يعني في التزيين. فبجد الحمد لله طلع كلهم حلو جدا. ده شكل التورتاية النهائي حلو جدا. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنزل لكم البوكسات اللي انا عملتها. انا عملت بوكسات على الجروب يعني بتاعي، كانت حلوة جدا وعجبت كل اللي اخد منها. بجد كانت فكرتها حلوة جدا، كانت بوكسات لعيد الام. فان شاء الله استنوا الفيديو اللي جاي هنزل لكم بقى البوكسات دي. وهقول لكم حطيت ايه في البوكسات وكل التفاصيل، يعني هتبقى في الفيديو ان شاء الله. كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تزيين التورتتين دول يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك، واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية جاية كتير على خير. شكرا لكم، سلام عليكم.